بيكم مشاهدينا، ورجعنا لكم. هنبتدي فقرات طعم البيوت النهارده وهنكون معاكم. والحقيقه النهارده اول فقره عندي هي الحقيقه مهمه جدا، بنتكلم فيها عن الصناعه المصريه ودعمها ودعم المنتج المصري. والحقيقه ان في الفتره الاخيره ابتدى يبقى في تشجيع للمنتج المصري وبقى في اقبال عليه، وبقى في كده زي ما بنقول يعني تكاتف ان احنا منتجنا المصري يكون مميز وان احنا نشجعه وان هو طبعا يكون قد الجوده، وده بالفعل بيكون موجود. هنبتدي فقراتنا وهنبتدي حلقتنا، ولكن دلوقتي هيكون معانا تقرير وهو عن بعنوان المؤتمر السنوي للتدريب بين الجوده والاعتماد. نروح نشوف التقرير وهنرجع نكمل معاكم بقيه فقراتنا بعد التقرير. مشاهدينا ورجعنا لكم وهنبتدي فقرات طعم البيوت النهارده، ومعانا اول فقره النهارده بنتكلم فيها عن الصناعه المصريه ودعم المنتج المصري. وطبعا ده بنشوفه في الفتره الاخيره بشكل كبير جدا، بنشوف دعم المنتج المصري، بنشوف تشجيع الصناعه، تشجيع الحرف اليدويه، كمان تشجيع الحرف التراثيه اللي الحقيقه ممكن تكون سبب في دخل مهم جدا لمصر. ويسعدنا النهارده ان يكون معانا دكتور شادي عابد، وهو دكتوراه الإدارة وتكنولوجيا التعليم. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا. منورنا في طعم البيوت. حضرتك منور الدنيا، شكرا. في البداية طبعا لو هنتكلم عن الدولة المصرية ودعمها للصناعة، لو هنتكلم عن أهم الخطوات اللي تمت في الفترة الأخيرة لدعم الصناعة المصرية. في الأول بستأذن حضرتك تسمحي لي بهنئ سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية، وإن شاء الله بإذن الله مكملين لغاية 2030. بالنسبة لموضوع الصناعة، فكان دايما التوجه الرئاسي إن المصريين مهرة، ومش مهرة من النهاردة، مهرة من أيام الفراعنة. صحيح. المصريين دايما عندهم مهارات وحرفة، ويقدروا يحولوا المادة الخام إلى منتج. المنتجات المصرية هي أجود أنواع المنتجات، وكانت موجودة من زمان من أيام الفراعنة. فكان توجه السيد الرئيس إن احنا نهتم بصغار الحرفيين والمهرة، وخلى 2019 سنة 2019 شهر أبريل عمل مبادرة رائعة جدا، مبادرة رئاسية، إن خلينا 2019 هو عام الحرفي، عام الصناعة الحرفية. وخلى معانا طبعا وزارة التضامن الاجتماعي على أساس إن هي تعمل برامج وتعمل دورات علشان توعي وتدرب الحرفيين عشان يطوروا المنتج بتاعهم ويبقى قادر على المنافسة. المهم عندي دي كانت خطوة مهمة جدا في وقتها، بالأخص كمان ان الحرف التراثية يعني كانت بتحتاج دعم، بتحتاج ان هم يبقى ليهم باب رزق، بتحتاج ان هم يبقى في معارض يتم عرض منتجاتها، فده بالفعل بقى موجود دلوقتي. وده توجه رئاسي. يعني توجه رئاسي ان اللي احنا المصريين والحرفيين المصريين الدولة بتهتم بيهم، بتوجههم بدءا من المدرسة. يعني احنا بدأنا الاهتمام بالأنشطة والحرفيين والصناعة بدأنها من المدرسة، وبدأنا نعمل معارض. يعني كل مدرسة فني، كل مدرسة صناعية بتعمل معرض لعرض المنتجات وتشجيع الطلبة. يعني احنا أول حاجة عندنا في كل المدارس، وده توجه رئاسي بده، إن احنا نكتشف المواهب. اكتشاف المواهب، تطوير، تشجيع المواهب، توفير الخدمات وتوفير الخامات عشان يطلعوا المنتج بتاعهم. فده طبعا توجه رئاسي احنا بنشكر عليه سيادة الرئيس. جميل. لو هنتكلم بقى عن أهم الحرف والصناعات اللي تم الاهتمام بيها في الفترات الأخيرة، يعني أكيد كان تسلطنا الضوء على بعض الصناعات والحرف الأساسية والمهمة جدا علشان نكمل بيها مسيرة الصناعة للمنتجات. طبعا الحكومة والتوجه الحكومي ان احنا بنشوف مصر كلها مصر مختلفة والأماكن مختلفة. كل مكان في مصر له الحرفة اللي مرتبطة بالبيئة بتاعته. يعني كل مكان، يعني المنطقة الساحلية والسيناوية والمناطق الصعيدية ومناطق الريف، كل منطقة لها الصناعات المتميزة فيها. وعلشان كده كان التوجه الرئاسي ان احنا كل منطقة
نشوف المتميزين في ايه، ونبدا نشوف احنا هندعمهم بايه. عظيم. وهنبدا ان احنا ندعم الصناعه دي ونخليها قادره على المنافسه محليا وعالميا. فبدأ عندنا صناعات احنا اساسا متميزين فيها، لكن كان فيها مشاكل، زي صناعه الاساس في دمياط، زي الخزف، وزي الصناعات اللي هي السيناويه الجميله اللي الناس كلها بتروح سينا عشان تشتري العبايه الصينيه، العبايه بتاعت سينا، وتشتري الاكسسوارات الجميله اللي هي موجوده هناك. بنروح بقى على الصعيد ونلاقي بقى الخزف والطين الصلصال والاواني الفخاريه، والاواني الخشبيه والاواني كمان. الخشبيه. ده حاجه جميله جدا. احنا بنشوف مفيش محافظه، يعني مصر جميله جدا، مفيش محافظه في مصر الا فيها مهره، فيها صناع مهره، فيها صناعات مشتهره بيها. صحيح. فكل محافظه موجهه ان هي تنمي وتطور وتدعم وتعمل معارض وتشوف ايه المشاكل اللي بتواجه الصناعات دي. يعني المشاكل فين؟ هل في المواد الخام؟ نبدا نفكر فيها. هل في الاماكن اللي احنا هنشتغل عليها، ولا احنا عايزين بنيه تحتيه؟ هنا بقى دور الرئاسه. دور الرئاسه دور مميز جدا لغايه 2030. ازاي بقى؟ احنا عايزين نعمل بنيه تحتيه قادرة على الاستدامة. يعني ايه بنية تحتية قادرة على الاستدامة؟ يعني انا لما هعمل منطقة البنية التحتية بتاعتها من طرق ممهدة، من خطوط نت واتصال، من مية، من كهرباء، من صرف صحي، هل انا بعملها للسنة دي ولا بعملها علشان اقدر انافس بيها مدى طويل طبعا، للمدى الطويل؟ صحيح. اذا ده كان توجه، وان شاء الله باذن الله بدأناه 2014 وهنجني ثماره قريبا جدا باذن الله. لا طبعا الصناعه المصريه وتطويرها يعني يعتبر جزء اساسي في دعم الاقتصاد المصري طبعا. وطبعا الارتباط وثيق جدا بين الصناعه وبين الاقتصاد. ده مهم جدا. ليه؟ لان انا لما بعمل صناعه المصريه انا بعمل حاجه مهمه جدا، انا بكتفي او بكفي احتياجاتي الداخليه. صحيح. طب انا لما بكفي احتياجاتي الداخليه هل هستورد؟ اكيد لا، مش هستورد. صحيح. اذا انا بحمي امن الوطني. اذا الصناعه المصريه وان انا ادعم الصناعه المصريه ده امن وطني. انا لما ادعم المنتج بتاعي المحلي انا بيحميني من السوق الخارجي، بيحميني من ان انا المنتج او المصنع الاجنبي يتحكم فيه، يتحكم في قطع غياري، يتحكم في حاجه كتيره. وانا هنا بعمل امن وطني، بوفر فرص عمل. بوفر فرص عمل. تخيل حضرتك لو انا دعمت ورشه صغيره بتنتج الاثاث، هل هي الصانع ده بيصنع اساس بس؟ لا، ده في مجموعه من الصناعات المغذيه. صحيح. لده المسامير، الغراء، التسويق الناس اللي هتشتغل في التسويق، هيشغل كذا حد معاه، النقل. صحيح. الدهانات، مجموعه كبيره. يعني هي ورشه واحده لكن هتعمل لي مجموعه كبيره من مئات فرص العمل. الفترة الأخيرة شفنا في دعم كبير جدا بقى من المواطن المصري للمنتج المصري، بقى عندنا حملات جميلة جدا على السوشيال ميديا بان احنا بنصور المنتجات المميزة المصرية ونحاول ان احنا نقول عليها ونحاول ان احنا نتكلم عليها. ويمكن برضو في حاجات بتبقى بسيطة ما عندهاش إمكانية ان هي تعمل إعلان أو دعاية للمنتج بتاعها، ابتدينا يبقى في دعم ليها. يا جماعة جربوا مثلا منتج معين، ده حلو جدا، ده أرخص بكتير من المنتج التاني. فهنا ابتدى يبقى فيه كده لمسة من الانتماء الوطني من خلال استخدام منتج مصري. أشكر وزارة الثقافة. يعني بجد أنا عايز أشكر وزارة الثقافة لما يعملوا كل شهر أو كل شهرين معرض في أكتر من، وفي معرض يعني كان قريب اللي هو تراثنا، 500 عارض من جميع أنحاء مصر بيعرضوا المنتجات بتاعتهم. ده تفاعل، أنا بتعلم من المصنع اللي جنبي وبشوف اقدر استفيد منه ايه. طب انا الخامه بتاعتي دي اللي انا بتعب قوي عبال ما استوردها وعبال ما اجيبها، طب ما انا عرفت ان ليا زميل في محافظه جنبي بينتجها، طب ما انا هعمل تفاعل مع ده رقم واحد في المعارض اللي بتنشئها وزاره الثقافه. وزاره التضامن الاجتماعي قايمه بدور كبير جدا على دعم المعارض دي. يعني الحكومه والدوله بتتكاتف عشان التصنيع ده وعلشان اطلع المنتج بتاعي ده. الدوله بتقوم بدور كبير جدا جدا. انا بس عايز ادي نصيحه لاخواتي وزملائي واحبائي المصنعين. لازم تفكر في التيم وورك، لازم تفكر ان انت واحد من ضمن فريق، لازم تختار فريقك.
لازم تختار فريقك. انت بتصنع كويس بس انت محتاج واحد تسويق عشان يسوق لك. صحيح. لازم تبقى محتاج واحد حسابات عشان يحسب لك المنتج هيطلع اللعبة ازاي. كاملة، يعني لازم يبقى الموضوع كامل عشان. وحاليا بقى وحاليا وكمان انا يعني بشيد بوزاره التربيه والتعليم الفني. لايه بقى؟ لان ايه اللي اتغير عن زمان؟ يعني ايه اللي اتغير عن زمان؟ اللي اتغير عن زمان هي التكنولوجيا. جمع المعلومات مهمه جدا 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 في الصناعه. ازاي؟ لما انا اجي على بلد معينه واجمع معلومات واعرف ان البلد دي فيها عدد كبير جدا من الفتيات، يعني عدد كبير جدا من الفتيات، وبعدين عملت الاحصائيه بتاعتي عرفت ان البنات دول في سن الزواج. معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده اللي انا محتاج في البلد دي صناعه تخدم اساس البيت والزواج بتاعهم. صحيح. فهفتح بقى محلات وهفتح مصانع عشان اخدمها. اللي خلاني اعرف الكلام ده هي جمع المعلومات. لما هنتكلم بقى عن التعليم الفني وتطوير التعليم الفني، والحقيقه في مجهود كبير من الدوله المصريه في الاهتمام بالتعليم الفني بشكل مختلف، بشكل لازم مزبوط. يبقى فيه جزء كبير من العملي، بشكل كمان ان بقى في مدارس بتتم افتتاحها جديده بحيث ان هي تتناسب مع مواصفات السوق وتتناسب مع التكنولوجيا الحديثه المستخدمه، بحيث ان هي تخرج طالب على قدر كافي من الوعي والمعلومات الجديده اللي بقت مستخدمه في السوق وفي الصناعه. فبنشوف ازاي التطوير في التعليم الفني، وهو طبعا شيء مهم جدا ومكمل للمصانع المصريه. انا هنا بكلم الاسره المصريه. يا ريت احنا سنه 2023 يا ريت النظره المجتمعيه صحيح للمدارس الفنيه تتغير. يعني احنا عندنا مشكله. انا عندي ابني وبنتي عندهم مهارات يدويه كبيره جدا. لا بس انا مش هدخله فني. انا هدخله ثانويه عامه. الله، طب ما انت كده ممكن يكون عنده موهبه انت احبطتها. صحيح. ده ممكن يكون الراجل ده او الابن ده اللي عنده مهاره. كل ولادنا وخصوصا الصبيان والبنين بيبقى بيحبوا العربيات وفك العربيات وانواع العربيات والكلام ده كله. صحيح. طب ما هو ابني ده عايز يخش مثلا فني قسم سيارات. انا اشجعه لده، وممكن يكون افضل صانع سيارات لمصر 2030. معلمين ومعلمات على اعلى مستوى من المهاره. المعلم المتمكن من مادته قادر على الحوار وقادر على الابتكار. انا مش عايز طالب حافظ، انا عايز طالب ايه؟ فاهم، يعرف ينفذ بايده. طب انا لما اكون معلم قوي، الطالب اللي قدامي لما يجي يناقشني هحبطه ولا هساعده على المناقشه؟ هساعده على المناقشه. اذا اول حاجه وزاره التربيه والتعليم عملتها الاهتمام بالمعلم. عملت دورات تدريبيه للساده المعلمين والمعلمات عشان يواكبوا التكنولوجيا الحديثه. ما هو انا مش معقول هعلم الولد في السيارات النهارده، السيارات اللي هي المهجنه والكهربائيه والكلام ده، وانا بديله حاجات ما ينفعش. اذا لازم تدريب المعلمين. يبقى انا دربت المعلمين، خليت المعلم متمكن في مادته، قادر على الحوار والمناقشه وتشجيع الابتكار والابداع عند الطالب. ما هو التعليم الصناعي ده ابتكار وابداع. صحيح. تاني حاجه المكان. لازم المكان يكون مهيأ، الطالب لما يجي من بيته يلاقي مكان مهيأ. تالت حاجه اداره مدرسيه. اداره مدرسيه، انا عامل مشروع، مدير المدرسه عامل مشروع، انا عامل هبدا النهارده يوم كذا عشان اعمل معرض اطلع المنتجات بتاعتي. اذا في خطه وفي دراسه وفي مقايسات وفي قياس وفي تعديل للخطط وفي مشاورات، كل ده بالاضافه الى مناهج مبتكره. صحيح. الى مناهج مبتكره اقدر اخرج ساعتها طالب يتناسب مع سوق العمل، وطالب عنده وعي بالجديد وعنده وعي باستخدام التكنولوجيا ويشتغل على طول، ما يبقاش بقى محتاج. دلوقتي احنا مطالبين دلوقتي تكنولوجيا. طب انا مش هخلي التكنولوجيا ماده، لا ده انا هعمل لك مدرسه للتكنولوجيا. صحيح. فيها كل فروع التكنولوجيا بقى. دكتور شادي، انا بشكر حضرتك جدا، والحديث مع حضرتك كان الحقيقه مميز جدا، واتكلمنا عن الصناعه في مجالاتها المختلفه. شكرا جدا لحضرتك. شكرا لحضرتك وسعيد جدا بالحوار. شكرا لحضرتك. شكرا. مشاهدينا دلوقتي هنروح لفاصل، وهيكون معانا تقرير عن ديكورات منزليه ولوحات من الحرير. نروح نشوف التقرير ونرجع تاني نبتدي معاكم فقرتنا الثانيه.